السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وجيتكم بفيديو جديد وبوصفه جديده على قناتي وقناتكم مطبخ عصام. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هاد المسمن ديال الفران اللي كيجي صراحه اكثر من رائع. غادي نوجد معكم حتى العجينه ديالو اللي كتجي مورقه الصراحه كيف كتشوفوا بحال الورقه ديال البسطيله. وغادي نوجد معكم حتى هاد الحشوه اللي صراحه كتجي اكثر من رائعه. وخا الوليدات ديالكم ما كياكلوش لكم الخضره، فمتاكده بهاد الطريقه اولا في هاد الوصفه غادي ياكلوها ان شاء الله. كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الاخير، وما تنساونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه كناخذها 300 غرام ديال الدقيق اولا 3 ديال الكؤوس ديال العنبه، وغادي نزيد عليهم رشه ديال الملح، وكنزيدو عليهم معلقه كبيره ديال السكر. وهنا كيف كتشوفوا غادي نعجنوا بالماء اللي كيكون مدافي، وكيبقى الماء حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. هنا كنحاولوا نجمعوا غير شويه بشويه، وكنزيدوا الماء تدريجيا حتى كنحصلوا على العجينه اللي كتكون ماشي يعني قاصحه بزاف وماشي رطبه بزاف. وهنا كيف كتشوفوا بعد ما جمعنا العجينه ديالنا فغادي نزيدوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. الا ما كانش متوفر فممكن ديروا غير الزيت، 2 معالق كبار ديال زيت المائده، وكتعطيو هاد الدليك مزيان، يعني كتدلكوها مزيان باش تجي ناجحه. وغادي نديروها في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نحطوها على الجنب. وهنا غادي نبداو نوجدوا في الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا. هنا كناخذوا واحد تقريبا 2 حبات ديال الكورجيت اولا القرعه الخضراء، وهنا كتاخذوا الفلفله حسب الرغبه ديالكم، وهنا كتاخذوا البصله كذلك مشلضه صغيره، وكتاخذوا واحد خيزوه اللي كبيره اولا 2 صغارين محكوكه، وكتاخذوا الكفته سواء ديال اللحم اولا ديال الدجاج اللي كان متوفر عندكم. وكناخذوا واحد المقله كنديروا فيه الزيت، واول حاجه كناخذوها هي الكفته ديالنا كنشحروها مزيان مع الملحه كيف كتشوفوا. الصراحه هذا المسمن كيجي لذيذ واكثر من رائع. كنتمنى تبقاو مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديالو. غادي ينفعكم ان شاء الله حتى في رمضان توجدوه. هنا كيف كتشوفوا غادي نزيد الملحه، وغادي نزيد شويه ديال السكينجبير كيف كتشوفوا، وغادي نزيدو راس معلقه صغيره ديال الخرقوم. وكنخليو الكفته ديالنا تشحر مزيان حتى كتشرب الماء كامل، وكنحيدوها كيف كتشوفوا. وفي نفس الزيت اولا في نفس المقله كنزيدو عليه الزيت، وكنديروا فيه البصله ديالنا تشحر مزيان. وهنا كيف كتشوفوا بعد ما تشحرت مزيان غادي نزيدو عليها الفلفله الوان اولا كتبقى حسب الرغبه ديالكم، ممكن تستغناو عليها. الصراحه حتى الوليدات ديالكم الا ما كياكلوش لكم الخضره غادي تنفعكم هاد الحشوه. صايبوا بها طبعا اي نوع ديال المعجنات. وهنا كيف كتشوفوا كنزيدوا خيزو وكنزيدوا القرعه الخضراء، وهنا كنزيد الملحه حسب الرغبه ديالكم اولا حسب الذوق. وهنا غادي نزيد العطريه ديال الكفته. نتوما ممكن تزيدوا العطريه ديال الدجاج اولا حتى ممكن تستعملوا غير العطريه عاديه اللي كنستعملوا دائما الخرقوم سكينجبير. وهنا كنخليو كلشي تشحر مزيان. هنا غادي نزيد شويه ديال الابزار كيف كتشوفوا، وحتى شويه ديال القزبور مطحون الا كان متوفر عندكم، الا ما كانش متوفر فديروا العادي. وهنا غادي نزيد عليها ديك الكفته اللي كنت شحرتها من قبل كيف كتشوفوا. غادي نشحر كلشي مع بعضياته. غادي نزيد الزيتون مقطع الا كان متوفر عندكم، ممكن تزيدوا الفرماج، داكشي كيبقى حسب الرغبه ديالكم وحسب الاختيار ديالكم. وكنخليو كلشي تشحر مزيان.
وهنا غادي نديروا الحشوه ديالنا تستقطر كيف كتشوفوا هكا باش ما تقطعش لينا العجينه ديالنا. وهنا كيف كتشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت مزيان تقريبا نص ساعه غادي ندهنوا يدينا بالزيت وغادي نشكلوها كويرات صغار اولا الحجم اللي بغيتو. هنا كيف كتشوفوا انا كنديرهم هكا صغارين. وهنا كيف كتشوفوا ديك المرقه اللي استقطرتها من الحشوه درت فيها شويه ديال الشعريه الصينيه طيب كيف كتشوفوا وكنخلطها مع هاد الحشوه. وهنا كتاخذوا الزبده مع الزيت كتخلطوهم. الصراحه هاد الزبده والزيت كيعطيو واحد القرمشه للعجينه ديالنا اولا المسمن ديالنا اللي هي زوينه. كيف كتشوفوا كنطلقوا المسمن ديالنا بشكل عادي. واهم حاجه انكم ديروهم رقاقين باش ملي تعمروهم ما تجيش فيهم العجينه بزاف. وكتستمروا بنفس الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون واضح. وكنطويوهم كيف كتشوفوا بحال المسمن عادي كدهنوا بالزبده والزيت وكتطويو هكا باش كيجيونا مورقين من الداخل. ومن بعد ما كملت الكميه ديالي كامله فاول وحده كناخذها هي اللي بديت بيها في الاول حيت كتكون ارتاحت مزيان وكتسهل علينا اننا نطلقوها. وهنا كيف كتشوفوا حاولوا ما امكن انكم تطلقوا الجوانب مزيان باش ما كتجيش يعني معجنه. المسمن ديالنا كيجي مورق وفي نفس الوقت كيجي رقيق. وكتاخذوا الحشوه ديالكم كديروها في الوسط. الصراحه ديك الخضره ما كتجيش باينه نهائيا ما كتجيش باينه خصوصا الا درتوا العطريه ديال الكفته اولا العطريه ديال الدجاج فكتعطيها واحد البنه يا سلام. وهنا كتجمعوا بنفس الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو وكتاخذوا واحد طريف ديال الفلفله كديروه في الوسط هكا باش كتشدوا العجينه ديالكم اولا ممكن تاخذوا الحبه ديال الزيتون داكشي كيبقى حسب المتوفر. وكتستمروا بنفس الطريقه حتى كتكملوا الكميه ديالكم كامله. والفران ضروري خاصو يكون مشعول من قبل. وكتستمروا بنفس الطريقه حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كامله. وهنا بالنسبه للوجه ديالهم فكندهنوهم غير بالزبده والزيت الا ما كانش متوفر عندكم البيض وكندخلوهم الفران يطيبوا. وهذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا ديال الفران اللي كيجي الصراحه اكثر من رائع. واهم حاجه انه كيجي مورق كيف كتشوفوا وحتى اللون كيجي فيه يا سلام. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه اللي شاركت معكم وتجربوا حتى هاد الحشوه اللي شاركت معكم. كيف كتشوفوا غادي نفتح معكم وحده كيف كتشوفوا كيجيو هشاشين ومورقين وما كتجيش فيهم العجينه بزاف نهائيا كيجيو محمرين سواء من التحت او لا من الفوق. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما تنساونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشكرا على المشاهده الى وصفه قادمه ان شاء الله.